يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم الكشري. الكشري من الوصفات اللذيذة المصرية المعروفة. المرة هذه بسويها معاكم بطريقة مرة سهلة وبسيطة وما تاخذ منكم وقت. نسميها كشري الحلة، كله مع بعض في قدر واحد تعطيكم نتيجة لذيذة. نشوف مع بعض. الخطوة الأولى عندي العدس البني. يجيكم بالشكل هذا. العدس يكون مغسل ونظيف، أنقعه بموية مغلية واتركها منقوع لمدة ساعة أو ساعتين. كل ما زادت المدة كل ما أعطتني نتيجة حلوة. هنا ببدأ بسوي البصل المقلي، وهي الشيء أساسي في وصفة الكشري. قطعتها طبعا شرايح رفيعة مرة، وابدأ أرش عليها رشة خفيفة من الملح. تساعد البصل في إنه يستوي بشكل أسرع في وقت القلي. سخنت الزيت اللي راح أقلي فيه البصل. خلاص بعد كذا نزل عليه البصل، بس أبدأ أحركه حركة خفيفة أو أتركه. بعد أول ما تبدأ عندي الأطراف تتقمر ويتغير لونها أبدأ أحرك عندي البصل. طبعا الزيت هذا اللي راح استخدمه هو الزيت اللي راح استخدمه في وصفة الكشري، وهو اللي راح يعطينا الطعم والنكهة واللذاذة في وصفة الكشري من نفس زيت البصل. شكر عندي البصل وأخذ اللون اللي أنا أبغاه. خلاص أصفيه وأتركه في ورق نشاف لغاية ما ينشف عندي الزيت من البصل. نبدأ نسوي الكشري. ناخذ حوالي نصف كوب من زيت البصل اللي قلينا فيه ونحطه في القدر، وأبدأ أحط عليها كمية البصل، شرايح بصل عادية. أبدأ أحمسها عندي بكمية الزيت. طبعا الزيت لازم أراعي تكون كمية مو قليلة، لأن الزيت هذا هو راح يطبخ لي كل المكونات الكشري. الحين بعد ما قمرنا البصل بالتناوب، إذا كان عندكم شعرية تقدروا تحطون الشعرية، بس أنا ما حطيت الشعرية. فنبدأ نقمر البصل لغاية ما ياخد عندي يذبل شوية ويتغير لونه. بس ذبل عندي البصل أبدأ أنزل الرز. طبعا الرز عندي مغسل ونظيف ومنقوع ومصفى. أبدأ أحط الرز عندي في البصل وأحركه تقريبا دقيقة واحدة بالشكل هذا لغاية ما أتأكد إن حبات الرز تغلغلت وتشبعت وتشربت من الزيت والبصل اللي عندي. صفيت العدس وانزله على الرز، وبرضه نفس الفكرة أبدأ أحرك والرز مع العدس لغاية ما يتشربون ويتشبعون من المكونات الموجودة. بعد كذا نبدأ نحط عندي البهارات. طبعا الكشري معروف ما ياخذ بهارات كثيرة، مجرد نحط ملعقة كبيرة من الكمون ومكعب ماجي والملح، وبرضه أحرك المكونات كلها. نبدأ ننزل عليها المكرونة. طبعا المكرونة حاولوا تختاروا اللي نوعها تكون حباتها مرة صغيرة، تطلع معكم أحلى. أبدأ أنزل المكرونة. طبعا المكرونة مو مستوية، مثل ما قلنا هذا الكشري نسميه كشري الحلة. جميع المكونات نخلطها كلها على بعض البعض من غير ما أسلق المكرونة ولا أي شيء. خلاص حطيت المكرونة، برضو أحرك المكونات كلها على بعض. أنزل الحين السباجيتي اللي هو المكرونة الطويلة. أنزلها برضو أكسرها كسر صغيرة علشان تستوي معانا بشكل أسرع. الحين حطيت الموية. طبعا الموية لازم تكون موية مغلية مرة. أبدأ أنزل الموية اللي تسوي لنا الرز وتسوي لنا المكرونة. أحط بكمية الموية. بعد كده أتركها تبدأ تغلي. أول ما تبدأ تغلي معانا أذوق الملح، وذوق إذا كان ناقصها شيء أزود عليها، واترك الكشري الرز عندي يطبخ على جنب ويتسبك ويتشرب من جميع المكونات. على بال ما يستوي عندي الرز في الوقت هذا أبدأ أسوي الصوص الطماطم. طبعا معروف الكشري فيه 3 صوصات، اللي هو صوص الطماطم والشطة الحارة والدقة. طبعا أنا راح أختصر الوقت واختصر المجهود، فبسوي صوص واحد يشمل جميع الصوصات ال3 وتطلع معكم نتيجة مرة حلوة. في قدر عندي حطيت من 2 إلى 3 ملاعق من زيت البصل، ونزلت عليها كم فص ثوم مهروس هرسته، وابدأ أحمس الثوم معانا. أكون سريعة علشان ما يحترق معايا الثوم. خلاص عندي الثوم بعد ما بدأ يتغير عندي لونه أبدأ أنزل عليه حوالي ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وبعدين أنزل عليه تشكيلة البهارات اللي راح ننزل عليها حوالي ملعقة صغيرة من كل من عندكم الكمون
والكزبرة والفلفل الأحمر المجروش والبابريكا والملح. أخلط جميع المكونات كلها على بعضها البعض إلى غاية ما تبدأ تتسبك معنا. بعد ما تسبكت عندي البهارات أضيف لها الحين خليط الطماطم. أنا خلطت الطماطم مع حبتين من الفلفل الأحمر الحار عشان تعطي نكهة الحرارة أو الشطة الحارة. أضيف لها أيضا ملعقة كبيرة من السكر عشان تكسر لي حدة معجون الطماطم، وأخلط المكونات وأضيف لها الموية. بعد كذا أنا أضيف البصل المقمر اللي قمرته، كسرت كذا كمية قليلة من البصل فوق المكونات تعطيكم نكهة وطعم مرة لذيذ. آخر خطوة بعد ما تسبك عندي المكونات أضيف حوالي نصف كوب من الخل تعطي النكهة والطعم اللذيذ. كذا نكون حصلنا على الدقة وعلى صوص الطماطم وعلى الشطة الحارة في صوص واحد. وهذا الكشري صار جاهز معانا، وهني وعافية.